في وسط اجواء الكريسماس دي قررت اعمل كريسماس سبيشال، وايه احسن ممثل للكريسماس غير بابا نويل او سانتا كلاus. وبما ان الكوميكس هي من اكتر الحاجات اللي بتكلم عنها في القناه، في الفيديو ده هنشوف مقارنه بين ظهور سانتا كلاus في كوميكس مارفل وبين ظهوره في كوميكس دي سي. سانتا كلاus والمعروف في ثقافات تانية ببابا نويل نشأ في الفولكلور الغربي، ويقال انه مستوحى من القديس نيكولاس اللي عاش في القرن الرابع وكان مشهور بالاعمال الخيرية. سانتا كلاus شخصية خيالية ومش حقيقي، انا اتأكدت من الكلام ده امبارح على ويكيبيديا. لكن في كوميكس مارفل ودي سي سانتا شخصية حقيقية وموجود زي باقي الشخصيات. يعني مثلا ده اخر ظهور لسانتا في قصص دي سي، وده اخر ظهور ليه في مارفل. لا، سانتا في مارفل ما كانش طول عمره بالشكل ده. اول ظهور لسانتا كلاus في مارفل كان في العدد 34 من المجلد الاول من سلسلة سترينج تيلز. اما قصة نشأته اتشرحت في المرفق اللي جه مع العدد 2006 من مارفل هوليداي سبيشال. المرفق ده بيقول ان سانتا كلاus كان شخصية خيالية ليها اشكال واصول مختلفة عبر الثقافات، لكن ايمان البشر بالشخصيات دي مدموج مع طاقتهم الروحانية والوجودية اتسببوا ان سانتا نشأ للوجود كتجسيد لروح العطاء. انا ما عنديش فكره الكلام ده معناه ايه، بس ده اللي مكتوب والله. المهم سانتا موجود وعايش في القطب الشمالي مع مراته وحيوانات الرنه اللي بيجروا العربيه بتاعته، ومع الالفز او الاقزام اللي بيصنعوا له الهدايا اللي بيوزعها. سانتا عنده قدرات خارقه كتير زي الخلود، التنقل الآني، معرفه واسعه باللي بيدور في العالم، التلاعب بالطقس، التلاعب بتركيب وشكل وحجم اي شيء، وحتى تغيير شكله، بالاضافه لقدرته على استخدام السحر في العديد من المهام. بالرغم من ان السحر زي ما قلت بيلعب دور كبير في قدرات سانتا، الا ان العدد رقم 1991 من مارفل هوليداي سبيشال قدم تفسير مختلف، وهو ان سانتا كلاus في الحقيقه ميوتنت او متحول. في العدد ده بنشوف الاكس مان ملمومين على جهاز سيريبرو اللي بيقدر يتواصل مع كل الميوتنتس حوالين العالم. ليه؟ لان الجهاز طلع اشاره انه قدر يشوف اقوى ميوتنت على الاطلاق. الاكس مان طبعا قرروا يتتبعوا الميوتنت ده علشان يعرفوا اذا كان صديق ولا عدو، وفي نفس الوقت في جماعه شريره اسمهم Brotherhood of Evil Mutants جالهم اشاره بنفس الميوتنت وقرروا هم كمان يتتبعوه. الفريقين بيقابلوا بعض في نفس المكان وطبعا بيدخلوا مع بعض في معركة، لكن في اللحظة دي الأشرار فجأة بيتحولوا كلهم لألعاب صغيرة، وبنكتشف إن اللي عمل كده هو سانتا كلاus. بعد كده سانتا بيرجع الأشرار تاني لهيئتهم الطبيعية، وبينقلهم هم والإكس مان لمكان تاني وبيمسح ذكرياتهم علشان ينسوا إنهم قابلوه. وبعد كده خلى الجو ينزل تلج علشان الناس تلعب بيه، وكل ده جزء من قدرات سانتا كلاus في عالم مارفل. من هنا سانتا بيظهر في مغامرات كتير جدا مع شخصيات تانية من مارفل، زي لما طارد مجرم كان بيتنكر على شكله علشان يسرق بيوت الأطفال في قصة العدد 112 من بيتر باركر ذا سبيكتاكولار سبايدر مان. كل القصص دي من كون مارفل الرئيسي للكوميكس ايرث 616، لكن في نسخ تانية من سانتا ظهرت في قصص بتقع في أكوان تانية من أكوان مارفل المتعددة. وعلشان الصورة تكمل قررت أحكي آخر قصة سانتا ظهر فيها، وهعمل نفس الموضوع مع دي سي لما يجي دورها. آخر قصة سانتا ظهر فيها حتى الآن كانت في العدد السابع من المجلد السابع من سلسلة ديدبول. القصة بتبدأ بطفلة صغيرة يوم الكريسماس بتنزل بلهفة علشان تشوف الهدية اللي جات لها، ولما بتنزل ما بتلاقيش اي هدايا، وبنكتشف ان الموضوع ده حصل مع كل الاطفال مش الطفلة دي بس. علشان كده الاطفال لموا بعض وقرروا يستأجروا ديدبول لاغتيال سانتا كلاus. ديدبول قال لهم ما اظنش انتوا هيبقوا معاكم فلوس كفاية مقابل خدماتي، لكن الاطفال طلعوا له شنطة مليانة فلوس، وبيتضح انهم لموا تبرعات من على الانترنت من كل الاطفال اللي سانتا طنشهم الكريسماس ده. ديدبول وافق على المهمة، وبنشوفه بيمشي في القطب الشمالي لحد ما وصل اخيرا لبيت سانتا كلاus. ولما دخل مرات سانتا قابلته بوابل من الرصاص، لكن ديدبول بسهولة هزمها وطلب منها توديه لمكان سانتا تحت التهديد. لكن الغريب هنا ان مدام سانتا قالت له انها سعيدة ان ديدبول جه علشان يقتل جوزها لانها اتخنقت منه. ولما بيوصلوا للورشة اللي سانتا فيها ديدبول بيقول لها انه طول عمره كان بيحلم انه يجي هنا لدرجة انه حاسس انه هيعيط، بس هي قالت له انت غالبا هتعيط بسبب ريحة سانتا علشان ما استحماش بقاله شهور. ديدبول لقى نفسه اخيرا وجها لوجه مع سانتا كلاus، وسانتا قال لديدبول انت ايه اللي جابك هنا؟ وديدبول قال له انا جيت لانك ما جبتش هدايا للاطفال وبوظت الكريسماس. سانتا هنا كشف عن نفسه، ويا ريته ما كشف عن نفسه، وقال له طز في الكريسماس وطز في الاطفال وطز فيك انت كمان. طبعا ديدبول اتخض لما ما لقاش الكرش الايقوني بتاع سانتا، وقال له امال فين البلي اللي بتتهز زي الجيلي؟ لكن سانتا بسرعه ضرب ديدبول في بطنه، وديدبول قال له انت ليه ضربتني؟ سانتا قال له علشان انت جاي تقتلني.
ديدبول قال له اوكي ده منطقي. وبالرغم من ان سانتا بهدل ديدبول خلال المعركه دي الا ان ديدبول قدر انه في الاخر يهزمه ويكسر له رجله، وبعدها بيوجه المسدس لراسه لكن ما بيقدرش يضرب. ديدبول بيساله ليه طنشت الكريسماس السنه دي، وهنا مرات سانتا بتتدخل وبتقول لديدبول ان السبب الحقيقي مش سانتا لكن واحد من الاقزام اللي بيخدموه اسمه تنسل. تنسل كان هو اللي بيدير التصنيع والتوصيل وحتى بيتكفل بالاداره الماليه، لكن بعد كده عرض على سانتا انه ينضم للشركه ويبيعوا الالعاب دي بدل ما يدوها هديه، لكن سانتا رفض. وهنا تنسل بدا ينشر اكاذيب عن سانتا وسط الاقزام التانيين، وانه رفض عرض الشركه علشان يفضل ياخد فلوس الاقزام في جيبه هو. طبعا الاقزام انقلبوا عليه وكلهم سابوه وراحوا اشتغلوا في شركه تصنيع العاب، وهو ما بقاش عارف يعمل العاب من غيرهم وقرر انه يستسلم، وبقى سكران طول الوقت وبطل ياكل لحد ما بقى بالمنظر ده. ديدبول قال ان الاطفال دول بعتوه علشان يقتل الشخص المسؤول عن انهم ما جالهمش هدايا، وبيقرر انه يقتل تنسل. وبالفعل ديدبول راح للشركه اللي فيها تنسل وقتله. وهنا كل الاقزام بيرجعوا تاني للقطب الشمالي ومعاهم كل الالعاب اللي صنعوها في الشركه. سانتا شكر ديدبول على الخدمه دي، وفي المقابل وافق انه يديله لفه بالعربيه بتاعته، والقصه بتنتهي بديدبول بيوزع الهدايا او بالاصح بيرميها على دماغ الناس في الشارع. دلوقتي خلينا نتكلم عن نسخه سانتا كلاus في كوميكس دي سي. على عكس مارفل، دي سي ما ادوش تفاصيل عن نشأة سانتا كلاus، لكن زي مارفل سانتا كلاus موجود وحقيقي، لكن قدراته كلها بتعتمد على السحر زائد انه خالد وما بيكبرش عن سنه الحالي. اول ظهور لسانتا في دي سي كان في العدد الاول من سوبرمانز كريسماس ادفنتشر، واللي احداثه كانت بتدور في كون ايرث 2. في الكون ده كلارك كنت ولويس لين بيعملوا حمله صحفيه للتبرع بالالعاب القديمه علشان يوزعوها على الاطفال الفقراء. الحمله دي انتشرت جدا لدرجه ان سانتا كلاus نفسه قراها في الجريده، ما تفهمش بقى اشتراها من انهي كشك جرايد في القطب الشمالي. بس المهم سانتا بعد كده بيتحد مع سوبرمان في التغلب على 2 اشرار عايزين يبوظوا الحمله دي. برضه في تلميحات على وجود سانتا في ايرث 1 زي ما بنشوف في قصه العدد 67 من المجلد الاول من دي سي كوميكس بريزنتس، واللي فيها سوبرمان بيحلم انه كان في زياره للقطب الشمالي وكان بيساعد سانتا، ولما صحي لقى هديه عباره عن اللعبه الكريبتونيه بتاعته من وهو صغير، واللي مستحيل اي حد كان يقدر يوصل لها غير سانتا. اما في كون نيو ايرث سانتا كلاus هو في الحقيقه شرير ديكتاتور ومستعبد في القطب الشمالي، لكنه بيتقتل على ايد لوبو اللي قطع له دماغه. لكن بسبب ان لوبو راوي غير موثوق القصه دي غالبا مش حقيقيه، خصوصا ان سانتا بتاع كون نيو ايرث ظهر في كوميكس تانية بعدها وكان طيب مش ديكتاتور مستعبد ولا حاجه، زي لما ظهر في العدد الثاني من دي سي يو هوليداي باش، واللي بنكتشف فيه ان دارك سايد اتخنق من كتر ما سانتا بيجيله كل سنه يديله كوم فحم ويمشي، وبنشوفه قاعد في ابوكاليبس عمال يقوي ويطور الدفاعات اللي حوالين الكوكب، ومع ذلك سانتا اخترقهم كلهم ودخله وقال له انت السنه دي كنت نوتي برضه علشان كده هديك فحم تاني. سانتا بيظهر تاني في العدد ال 12 من المجلد الرابع من سلسله سبكتر، واللي فيها بنشوف هال جوردن واللي وقتها كان ملقب بسبكتر بيقابل سانتا كلاus وجها لوجه، لكن سبكتر ما كانش مصدق ان ده فعلا سانتا وكان فاكره كائن تاني متنكر. في العدد 623 من ادفنتشرز اوف سوبرمان، سوبرمان بيحكي لويس انه بالفعل في يوم من الايام قابل سانتا كلاus وساعده في توزيع الهدايا بسبب ان حيوانات الرنه كانت عيانه ومش قادره تطير. سانتا في منه نسخ تانية كتير في اكوان تانية من اكوان دي سي المتعدده، لكن خلينا نتنقل لاهم كون حاليا وهو كون برايم ايرث، وده لانه الكون الرئيسي الحالي لكوميكس دي سي. في كون برايم ايرث بنتاكد من وجود سانتا خلال قصه المجلد الثاني من نيو ييرز ايفل، واللي شهدت اخر ظهور ليه في الكون ده حتى الان. القصه دي بتقع في الدوله الخياليه اللي اسمها كاندك، واللي بيحكمها بلاك ادم اللي اسمه الحقيقي تيس ادم. وفي يوم من الايام بلاك ادم بيلاقي بنت بتعيط، ولما بيسالها بتعيطي ليه بتقول له ان التلج فكرها بالكريسماس لما كانت بتقعد تحضر اكل لسانتا علشان يجيب لها هديه، لكن سانتا عمره ما جه وواضح انه ما بيجيش كاندك ابدا. ولما بلاك ادم بيقول لها مين سانتا ده قالت له ده راجل بيزور كل الاطفال في الكريسماس وبيسيب هدايا للاطفال الكويسين وبيسيب فحم للاطفال الاشقياء النوتي. بلاك ادم اشفق على البنت وقرر انه يروح لسانتا في القطب الشمالي علشان يشوفوا ليه ما بيجيبش هدايا للاطفال اللي في كاندك، وبالفعل وصل للقطب الشمالي، لكن قابل في طريقه كائنات المفروض انهم الفز على كام ييتي كده قالوا له انت غير مرحب بيك هنا. بلاك ادم قال لهم والله يا عم الحاج انا غير مرحب بيا في اي حته ما جاتش عليكم، وبيدخل معاهم في معركه وبيهزمهم كلهم. ولما بيفتح البوابه اللي كانوا بيحرسوها بيلاقي نفسه في مدينه مايرا، وبيلاقي نفسه وجها لوجه مع سانتا كلاus بتاع برايم ايرث، واللي بنكتشف انه ساحر اسمه نيكولاس اوف مايرا. الاتنين بيدخلوا في معركه فيها كل واحد بيستخدم قدراته السحريه، لكن المعركه بتنتهي بانتصار بلاك ادم. نيكولاس بيطلب الرحمه وبيسال بلاك ادم انت عايز مني ايه؟ بلاك ادم اداله خريطه ووراله مكان كاندك وقال له السنه دي كل الاطفال في البلد دي لازم يجي لهم هديه، وبما اني كنت نوتي وطلعت عين امك ممكن تجيب لي حته فحم مفيش
مفيش مشكله، والقصه بتنتهي بالبنت الصغيره قاعده بتحضر اكل لسانتا ومستنياه يجيب لها الهديه. بين نسخه مارفل ودي سي في رايكم انهي فيهم كان ممتع اكتر؟ لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب مع تفعيل الجرس عشان يجيلكم اشعارات بكل جديد، وما تنسوش لايك على صفحه الفيسبوك، وبرضه لو حابين تدعموا القناه تقدروا تشتركوا على صفحتنا على باتريون من الرابط المكتوب على الشاشه وموجود في الديسكربشن. كل سنه وانتم طيبين واشوفكم الفيديو الجاي.